صباح الخير وبرضو السلام عليكم. حبينا كده نصبح عليك يا ست الكل ونعمل معاكي فطار متين لشغل يوم طويل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي الاولاد بيطلعوا من المدرسة ويحضروا دروس فين وفين على بال ما بنيجي من الشغل، وكمان نحضر الغداء الساعة بتكون دخلت في 7. عايزين فطار كده يسندنا طول اليوم وكمان ندي منه لابو العيال. يلا كله بثوابه، خلينا نقول على بركة الله ونبدأ. هنعمل طبقين. عندي نص كيلو من الطماطم وقرن فلفل كوبي كبير، وكمان بصلتين مبشورين، قرن فلفل حار، 3 فصوص توم، حبيتين من البيض، 3/4 كوباية دقيق، وكيس فول. يلا بينا نعمل نوعين كده من الفطار بس يسندوا معانا لاخر اليوم. مش معنى بقى ان احنا هنعمل طبعا فطار متين نعمل مواعين كتير. بسم الله كده، نزلنا بشوية زيت حلوين. خلينا نحاول نقتصد المواعين على قد ما نقدر. بص يا ست الكل، احنا هنعمل تسبيكة حلوة. هنعمل ايه؟ هنعمل طبق فول متحبش حار كده، وهنعمل صينية عجة، قرص عجة صغير. فخلينا نقول ان هي التسبيكة، فنعملها في طاسة واحدة. بسم الله كده. اول حاجة هنعملها هنبدأ كده نشوح البصلة دي، يعني كده نخليها لونها ذهبي غامق شوية صغيرين. في نص بقى البصلايه ما هي بتتشوح كده يا ست الكل، ننزل بالفصين الثوم المهروسين يتشوحوا معانا. تعالي بقى نشوف شويه البهارات اللي هيخلوا ريحه التسبيكه تجيب اخر الدنيا. بصي، اول حاجه كل حاجه هقولها. نص معلقه فلفل اسمر، نص كمون، نص بابريكا، نص كزبره صغيره، ونص بهار خضار. على فكره البهار الخضار اللي هو مش مغلف ده، يعني مش في اكياس، اللي هو بيجي من عند اي عطار، بيخلي الخضار في حتة تانية خالص. وبما اننا هنا هنحط فلفل وطماطم وبصل، يعني كده حاجات في محتوى الخضار. بصي مش قادرة اقولك كده، بيخلي اي حاجة فيها خضار كده طعمها بصي روعة. اديتها حوالي كده نص دقيقة زي ما اديت كده البهارات تحميصة. مش قادرة اقولك الريحة عاملة ازاي. على فكرة الطبقين دول ينفعوا غدا برضو، بس احنا زي ما قلنا يا ست الكل عايزين فطار يسند معانا اليوم كله. نزلنا بالطماطم زي ما هي كده، مش هحط اي ميه دلوقتي لحد ما الطماطم تبدا تنزل ميتها، وبعدين ابدا احط شويه ميه. بدات الطماطم تنزل ميتها شويه، ننزل كمان بالفلفل الكوبي ونديهم تقليبه قبل ما نضيف اي ميه، علشان كل بس الخضار كده ينزل الطعم بتاعه. ننزل بقى كده بربع كوبايه ميه بعد طبعا ما كل الحاجات دي كده نزلت، والبهار والحاجات كده الخضار اخد من الطعم كله كده، دخل جوه بعضه. بصي الجمال، تسبيكه بقى ما حصلتش. تعالي بقى كده بعد ما اتسبكت، احنا طبعا عاملين التسبيكه دي للطبقين. بصي يا ست الكل، هنقسمها بقى كده كاننا بنقسمها على 2. هاخد نصها. تمام، اخدت كده نصها. ننزل كده بقى بقرنين فلفل سبايسي لطبق الفول. خلاص، ننزل كمان بسم الله كده بكيس الفول على التسبيكه الحلوه دي. اهرسي بقى الفول كده مع التسبيكه ربع كوبايه ميه زي ما انت شايفه، وسيبيه بقى على نار هاديه خالص لمده ربع ساعه. وقولي لي يا ست الكل ايه رايك في طبق الفول ده. ونغطيه. نيجي بقى القرص العجه اللي احنا هنعمله صغير. احنا كده كسرنا البيضتين، حطينا شويه فلفل اسمر. تمام، نديهم كده ضربه الاول لوحدهم. قرص العجه بقى، كل حبايه من البيض عليها 3 معالق دقيق هرميين، علشان تاخدي قرص كده مظبوط وكل حاجه فيه مظبوطه. يبقى 3 معالق هرميين. طبعا ما يهمكيش في الكلكعه اللي احنا بنعملها دي، اول ما بينزل الدقيق افضلي اضربي فيه لحد ما يبقى كله زي. طبعا اللي يقول انا ما بحطش بيكنج باودر، او بصي البيضتين عملت القرص قد ايه وارتفاعه قد ايه، او مثلا شايفه قد ايه، يبقى طبعا اشتغالات، سوري في الكلمه. يعني ادي معلقه من البيكنج باودر كده علشان القرص يطلع مظبوط، وخصوصا ان احنا مش حاطين بيض كتير. بصي زي ما انت شايفه الخليط اهو بدأ يحل معانا. بعد بقى ما ضربنا الخليط كويس قوي، جبنا كده التسبيكه بتاعتنا بتكون هدت شويه، وننزل بيها على البيض والدقيق. والصينيه بتاعتي 24 اصغر صينيه طبعا. هنا بقى نقلبهم كده
دوقي ملحك بقى يا ست الكل لو كده مظبوط على بركة الله. صينية كده ودهنة زيت فيها، بسم الله. ندخلها بقى الفرن على الرف الوسط كده لمدة ما تاخدش اكتر من ربع ساعة، يعني 12 دقيقة كده بالظبط، وهتلاقيها استوت. نشوف بقى الفول كده وصل لفين. ست الكل والله الريحة مش قلبة على فول خالص، كأنها حاجة تانية خالص. بصي الجمال. خلاص كده هو تمام التمام، اتسبك واللي فيه استوى، وشوية الفول كده شربوا من التسبيكة. طفي عليه النار. وبعد بقى ما خلصنا الفطار، ادي طبعا الفول، وادي كمان العجة وجمالها. فطار حلو كده ولذيذ، ناخد منه احنا طبق وندي الباقي لابو العيال كده، علشان طبعا لو حد جنبه يفطر معاه بألف هنا وشفا. لو عجبتكم القناة ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واوعي تنسي يا ست الكل اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده بس من كرمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.